هلو جايز، عاملين ايه؟ فيديو جديد، والنهارده هقول لكم عن الفيديو ده. هيبقى عن 4 حاجات هقولها لكم وان شاء الله تستفادوا منهم. اول حاجه خطتي لتالتة اعدادي 2027. تاني حاجه هجيب كتب ايه في يعني السنه دي. و اصلا الكتب دي يا جماعه انا بعتمد عليها، وطبعا مش من اختياراتي، لان المدرسين اللي انا باخد معاهم هما اللي بيقولوا لي عليهم يعني وكده. بس هقولها لكم علشان هما فعلا افضل كتب او ملخصات يعني تشتروها او كده. وبرضو هبدأ امتى يعني دراسة وكده لسنة تالتة اعدادي، وسنتر ولا اونلاين؟ يعني هاخد مثلا هروح دروس، ولا هاخد من منصات او كده من على النت. واخر حاجة معانا هي هبدأ التأسيس من امتى. ويلا نبدأ. اول حاجة معانا هي خطتي التالتة اعدادي. عارف، على فكرة يا جماعة، عايزة اقول لكم انه انا اصلا بفكر كتير قوي ان انا هعمل ايه في تالتة اعدادي. وكمان كنت اللي هو بعمل مثلا اذاكر مثلا امتى او كده علشان اعرف الوقت الصح اللي انا ممكن اذاكر فيه. وطبعا عملت لكم في فيديو ما تنسوش تدخلوا تشوفوه. ويلا هقول لكم ايه هي. طبعا بناء عليها اصلا الحاجات اللي انا لسه قايلها لكم في اول فيديو، اللي هو مثلا هجيب كتب ايه او كده، فاهماني؟ فانا يلا نبدأ في هجيب كتب ايه يعني في تالتة اعدادي. ويلا نبدأ. حاجة يا جماعة هي الكتب او الملخصات زي ما هي معروفة بيها يعني وكده. يا جماعة الكتب دي مش انا اللي بجيبها او كده. لا يا جماعة، الكتب دي المدرسين اللي انا باخد معاهم، تمام، هما اللي بيقولوا لي مثلا او كده. ف تعالوا اقول لكم هاخد سنتر ولا اونلاين. تمام. اول حاجة يا جماعة انه انا هاخد في حاجة اسمها اونلاين. يعني الاونلاين ده في حاجتين، تمام. في اونلاين منصات، واونلاين ان انتم تسمعوا على اليوتيوب او كده. انا هاخد مثلا مع مدرسين هنا مثلا عندي في المكان اللي انا قاعدة فيه، وكمان هاخد على اليوتيوب. لكن ليه؟ عشان المدرسين اللي على اليوتيوب اللي انا متابعاهم وكده هم بيدوا مجانا، فاهميني؟ وكمان شرحهم تحفة. فانا يعني مش مستاهل ان انا اخد منصات وكده. وطبعا كل حاجة لها مميزات وعيوب، تمام. يعني مثلا الاونلاين اللي مميزات وليه عيوب، اللي هو مش اليوتيوب ماشي، ممكن نعتبر اليوتيوب معانا، تمام. المكان مثلا المستر او المدرس اللي انا هروح عنده مثلا في المكان اللي انا عايشه فيه او كده او قاعده فيه يعني عامه او كده، ممكن يكون شرحه مش احسن حاجه. ففي مدرس تاني بعيد قوي عليكي مثلا او كده، فانتي ممكن في الحاله دي تسمعي على المنصات او كده. وليه يعني ايه العيوب اللي في المنصات وكده؟ انكم ممكن تكسلوا انكم تسمعوا او كده، وهتراكموا بسرعة وكده، وهتقولوا لا احنا مش هنراكم او كده. فانا حابة اقول لكم لا، 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 انتم هتراكموا يا جماعة علشان ده عن تجربة. يعني انا قلت ان انا مش هروح اي يعني سنتر او كده، هسمع على اليوتيوب وكده. وطبعا ما التزمتش ولا اي حاجة من الكلام ده، حتى لو الحماس يا جماعة في اول حاجة تمام ماشي، لكن بعد كده الحماس ده هيقل، فانتم هتملوا، الدنيا هتبوظ او كده. فلا يا جماعة، روحوا سناتر او كده. وهي عايزة اقول لكم يا جماعة انكم ما تروحوش يعني السناتر دي او كده، ما تروحوش كل المواد. لا يا جماعة انصحكم، لا لا يا جماعة، ما تروحوش كل المواد، لانه ده هيكون ضغط عليكم. هتحسوا ان انتم يعني هيبقى ضغط كبير قوي عليكم، اللي هو مثلا يومين في الاسبوع، او مثلا في مدرسين بتدي 3 ايام في الاسبوع. فلا يا جماعة، مثلا كل يوم هيبقى عندك درس او كده، فانتي هتذاكري مثلا للدرس اللي انت هتيجي تاخديه، ولا مثلا هتقعدي ترتاحي شوية عندك
وراكي حاجة كده، في يوم انت عايزة تاخدي بريك خالص ما تروحيش اي مكان فيه مثلا فاصل، في يوم مثلا عايزة تسترجعي المعلومات اللي انت اخدتيها من اول الاسبوع مثلا، يعني تراجع عليهم من تاني. فلا يا جماعة، ما تروحوش كل المواد، انتم تعملوا ايه، تجيبوا ملخصات لكل المواد. دي انا هعملها ان شاء الله الحركة دي، لان يعني الملخصات دي حلوة قوي انكم تجيبوا، ما تقولوش بي دي اف، لان البي دي اف انا برضو جربت يا جماعة، البي دي اف مش احسن حاجة برضو، زي ما انتم بيكون معاكم الملخصات او كده. يعني مثلا معاكم فلوس عادي اشتروا، مش معاكم حاولوا ان انتم عادي تتصرفوا، تسمعوا عادي يعني على يعني تشوفوا بي دي اف او كده، وكمان مثلا الاجابات تكتبوها في ورقة وقلم، فعادي يعني مش هيبقى فيه فرق كبير. لكن لو انتم مثلا معاكم فلوس او كده، فانتم مثلا عادي ممكن تشتري يعني او كده كل الملخصات، وتعالوا اقول لكم الملخصات اللي انا ممكن اجيبها ان شاء الله في تالتة اعدادي، او اللي هجيبها بمعنى اصح. اقول لكم انكم مثلا لو انتم بتروحوا درس مثلا رياضة عادي يعني، فانتم مدرس بيجيب ملخص المعاصر، تمام، انتم ما تروحوش تجيبوا ملخص الاضواء. ليه؟ يعني الحركة دي غبية جدا انا شايفاها، لان المستر بيكون ماشي معاكم على حاجة، فانتوا يعني ليه تكوني مختلفة عن اللي معاكي صحابك او كده، يعني برضو اللي هو الفكرة دي مش كويسة. تمام، ويلا نبدأ. حاسة ان انا اتأخرت عليكم شوية، ويلا نبدأ. هقول لكم ايه الكتب اللي انا مثلا هجيبها او كده. في العربي، تمام، انا ان شاء الله هجيب الامتحان. وطبعا ده برضو في العلوم. في الانجليزي انا بجيب المعاصر. ولو عايزيني اعمل لكم فيديو كامل عن انه انا مثلا هاخد مع مين او كده، وايه المدرسين الاحسن يعني او كده، قولوا لي في الكومنت وانا معاكم، وبارك كومنتاتكم. وفي الانجليزي برضو هجيب المعاصر، لكن في الدراسات ممكن اجيب الامتحان او كده. في السؤال اللي معانا وهيبقى اخر سؤال معانا هو هبدأ امتى؟ طيب في ناس كتيرة جدا قالت لي انه انا ابدأ امتى، يعني هبدأ امتى وكده. وطبعا في اختلافين، اختلاف انه في ناس هتبدأ ازهر وفي ناس هتبدأ عام. مش هتبدأ ازهر، يعني في ناس هتبدأ بدري وفي ناس هتبدأ اللي هو ايه عادي يعني. وفي ناس شايفاها ان هي بتبدأ بدري قوي، وفي ناس بتبدأ عادي يعني، وفي ناس بتبدأ متأخر جدا، اللي هي لدرجة ان هي ممكن تراكم او كده. طيب انا هقول لكم ايه الميعاد الصح والانسب يعني للكل وكده. إيه انتوا مثلا الازهر بصراحة شايفة انه مثلا في اخر 7، لانكم بتبدأوا بدري قوي قوي عن العام. تمام، انا كجنة هبدأ في اخر 7. طيب ده اصلا مش اوبشن او اختيار انا هعمله، لا يجب على المصر اللي انا هاخد معاه هيبدأ في اخر 7، فده لازم ان انا اعمله. بس يا جماعة مش منهج، لان انا على ما اعتقد المنهج مش هيكون نزل في اخر يعني اللي هو اخر 7 وكده. لا، هبدأ تأسيس. وطبعا طبعا بحرية انا ممكن اروح او لا، لان التأسيس ده ممكن عادي اجيبه من على اليوتيوب، وبسمع دلوقتي اصلا تأسيس، فانا مش عارفة برضو ممكن اروح وممكن لا. تمام، وعايزه اقول لكم الميعاد الصح، تمام، هو اول 8 او نص 8، ممكن يعني في اخر 8 خالص يعني، اللي هو الحد الاقصى اصلا اخر 8، لكن ما حدش يبدا لي في 9 10 كده، لانه هتكون المدارس بدأت ويعني الدنيا بقت هتبقى زنقة كده قوي. فلا، ابدأوا يعني في الميعاد ده كويس. والتأسيس برضو حاساه هيبقى في اخر 7. طيب هتروحوا دروس مثلا قد ايه؟ ممكن تروحوا، انا حاسه انه 3 لا كتير ولا قليل، ما حدش يروح 4 او 5 او كده زي ما قلت لكم، علشان يكون معاكم وقت. طبعا في مدرسين مثلا ممكن تبدأ في اول 9 او كده، فعادي يعني. ليه؟ لان المدرسة هتبقى لسه ما بدأتش او كده. وطبعا يا جماعة عايزه اقول لكم برضو في تالتة اعدادي
انتوا ممكن تبداوا برضو في اول 9 وكمان في نص 9، لان هيبقى معاكم وقت كتير قوي، لانكم ممكن تروحوا المدرسة وممكن لا، فبراحتكم انتم، فعادي يعني. اقول لكم يا جماعة انه تأسيس مهم جدا 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 لأي مرحلة، ولو انتم لسه يعني جدد كده في القناة، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار ما تنسوش تقولوا لي في الكومنت، علشان وانا معاكم وبقرا كل كومنتاتكم. وبس كده، بحبكم قوي قوي قوي. باي. تنسوش تقولوا لي عايزين ايه الفيديو الجاي.